السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن بنشرح لحضراتكم خطوات عزل الأسطح. ده حضراتكم سطح يوجد به تسريب مياه. تم غسيل السطح وتنظيفه، وبعدين عمل ترويبة للفواصل البلاط. الخطوة التانية إن شاء الله بنبدأ نعمل ترويبة للفواصل، بعدين بنحط الشاش على السطح بالكامل، نديله وجه ونركب الشاش ونتركه ينشف تماما يوم كامل حسب الجو. لو الجو في الصيف طبعا بيكون ساعاته بينشف خلال ساعتين 3 بالكتير، اما لو في فصل الشتاء طبعا بيحتاج يوم ينشف. ده زي ما حضراتكم شايفين ده التشطيب النهائي. ده اليوم الثاني تم تشطيب السطح بالكامل بمادة الدولمن الاستروف زي ما حضراتكم شايفين. معكم مؤسسة ركن الأرض للعوازل والمقاولات، للتواصل 0534848580. موقع الرياض الشفا. يبقى الخطوات بطريقة بسيطة: غسيل السطح وتنظيفه، عمل معجونة للفواصل، وضع الشاش على السطح، وضع وجه عازل فوق الشاش، نتركه ينشف يوم، نبدأ نديله الوجه الأخير اللي هو الدولمن الاستروف. دي الخطوات اللي حضراتكم حابب يعرف الخطوات دي الخطوات حضراتكم. الشغل عليه ضمان 10 سنوات. فوائد العزل ده حضراتكم بيمنع تسريب المياه، في نفس الوقت يخفف درجات الحرارة. تخصصه انه يمنع تسريب المياه ويخفض درجات الحرارة. بتكون تخفيض درجة الحرارة حاجة ملموسة، يعني مجرد ما حضرتك تحط ايدك على العزل ده تلاقي الارض باردة. مكان تاني طبعا بيكون فيه ارتفاع في الحرارة. يعني ما شاء الله مانع تسريب المياه ومخفض لدرجات الحرارة. ان شاء الله نكون فدنا حضراتكم بخطوات عزل الاسطح وطرق عزل الاسطح. معكم مؤسسة ركن الارض للعوازل والمقاولات، للتواصل 0534848580. ابراهيم تخلي تسد برا كابتن اللي تحتها. شاركوا يا عم ابراهيم. ابراهيم ناصر. نعم. هذا لو رجعها شويه كده. احنا بنصور فيديو بس نشرح فيه الخطوات والطرق الشكل الجميل للسطح ما شاء الله. قشطه مثلك. نعم. اقول زي القشطه. الله يسعدك. ده من اصلك يا عم ابراهيم. شوف المكيف نرجع كده. تتحب تقول كلمة ولا حاجة؟ لا شكرا. ايه رايك بدون كلام، الصوره تكفي. الله يسعدك. الصوره هي اللي تعبر عن الكلام.